استر يا اللي بتستر. بقول لك ايه، هتشربي كوبايه العصير دي من هنا وهتلاقي نفسك ناقص لك فولت وتنوري، فولت واحد وتنوري. طول ما انا ماشيه شايفاه جنبي في العربيات، وموجوده عند كل الفكهانيه وفي كل السوبر ماركت. اسيبه في حاله؟ الكيلو منه ب 25 جنيه وبيعمل عمايل وبيسوي الهوايل. ما تيجي نعمل منه عملتين؟ يلا هاتيلي الكيلو، هاتيه كده واغسليه تحت الحنفيه. انا هاخده بقى دلوقتي تحت الحنفيه لحد ما اخلي الميه دي بيضه زي القشطه. شايفين ميته بقت زي الفل ازاي؟ اللهم بارك. ده اللي انا عايزاه. ناخده بقى على الحوض برضه ونصفيه. نجيبه كده بقى ونقشره بكل سهوله، ما بياخدش مننا وقت ولا حاجه. ونروح جايبينه من النص كده وشقينه كده عشان نطلع منه ايه؟ البذره كده. مش هياخد منك اي وقت. مسكر وسكره زايد وكمان مليان فوايد، مفيد ليكي ولجوزك للولاد. قنبله فوايد. اقسميه من النص كده وطلعي منه النقع كده. هروح اخلص كل الكميه وارجع لكم تاني. بقى معايا بالشكل ده. شايفين الجمال؟ نركنهم على جنب بقى كده. طاسه فاتحه بقى، ولازم تكون فاتحه عشان نشوف لون الكراميل. ما احنا هنعمل كراميل، هنكرمل كوبايه من السكر. نعملها كده في الطاسه وما نجيش ناحيتها خالص، وانا معاكي واحده واحده عشان اقول لك هيتكرمل بكل سهوله ازاي. ولا معلقه ولا اي حاجه. بصي الجوانب كده، بصي اعملي كده، ولا ميه ولا اي حاجه. ايوه كده اهو. شايفه؟ هنا بقى ابدا اقلب اهو اهو. وخلي بالك المعلقه او الاسباتشولا اللي هتنزلي بيها دي ما يكونش فيها ميه، لحسن تلاقيه سكر وعمل معاكي كتل سكر. بصي كده. هنا بقى هننزل بمعلقه زبده، معلقه واحده بس صغيره، ونقلب كده كده. خلاص بقى جاهز معايا وزي الفل. هنعمل ايه بقى بسرعه؟ الصينيه اللي هنستخدمها مقاسها 24 اوكي، مقاس 26 مش هتقول لا. ايه المتوفر عندك؟ اللي انا استخدمتها دي مقاس 26. هنا كده كويس بالزبده والجوانب كده، وده مهم قوي. بعدين بسرعه هننزل بالكراميل كده بسرعه قبل ما يجمد معايا، وبسرعه برده نفرده كده. بصوا بادئ يمسك ازاي؟ لا بسرعه كده. هنزل بقى بالبلح ده، الرصه اللي تعجبك. برص الرصه الجميله دي، هركنه على جنب بقى، ويلا بينا على الخطوه الثانيه. نجيب الخلاط بقى وهننزل ب3 حبات من البيض، طبعا بدرجه حراره الغرفه مش من الثلاجه، ما ينفعش تبقى من الثلاجه. وهننزل عليهم ب2 باكت من الفانيليا وكوبايه سكر. ما تكتريش سكر عن كده، ممكن كوبايه الا ربع بس مش اكتر من كوبايه، لان كده كده الكراميل مسكر وكمان البلح مسكر. نشغل بقى الكلام ده، نشغل ونقفل، نشغل ونقفل. تقريبا الموضوع ده هنستمر عليه 3 دقايق. انا عايزه الخليط يفتح تماما والسكر يدوب. حلو قوي كده. ننزل بقى بكوبايه لبن، وبرده اللبن بدرجه حراره الغرفه، ما ينفعش خالص يكون من الثلاجه. في نفس التوقيت هننزل بكوبايه الا ربع زبده على زيت. انا استخدمت نص كوبايه من الزيت وربع كوبايه من الزبده. طبعا الزبده برده بدرجه حراره الغرفه. كل حاجه يا جماعه لازم تكون بدرجه حراره الغرفه. نضرب الكلام ده كله مع بعض كويس جدا، نخلطهم كويس جدا جدا، ونحطهم كده على جنب. ندخل بقى وننخل كوبايتين دقيق. طبعا واخده بالك ان الكوبايه اللي بعاير بيها واحده، لازم الكوبايه يا جماعه تكون نفس القياس. واخدين بالكم؟ كل الكوبايات قد بعضها. ونص كوبايه نشا بيفرق جدا. اوعي تستغني عن نص كوبايه النشا دي. رشه ملح، رشه صغيره بس عشان تظبط الطعم. معلقه صغيره مليانه من الكيك شيف، معلقه كبيره او معلقتين صغيرين من البيكنج باودر. لو ما عندكيش كيك شيف مفيش مشكله، استخدمي كله بيكنج باودر، يعني 3 معالق صغيرين من البيكنج باودر. هندي كل ده تقليبه مع بعض كويس كده. دي كده المواد الجافه. ننزل عليها بالمواد السايله. هاتي كده وفي اتجاه واحد. ده مش عيش ولا قرص، احنا بنقلب بس لحد ما الدقيق يختفي تماما بالسباتشولا كده. دي كده هاتي الجوانب والقاع عشان تتاكدي ان مفيش شويه تكتلات هنا كده من الدقيق ولا هنا. هاتي كده. عايزه اقول لك ان المقادير مظبوطه لاعلى درجه ما شاء الله. اهم حاجه بس وحدي الكوبايه، وكل المكونات عندك تكون بدرجه حراره الغرفه مش من الثلاجه. وننزل كده بسم الله الرحمن الرحيم بخليط الكيك. انا استخدمت صينيه مقاس 26 لان عايزه قطعه الكيك ما تكونش عاليه قوي. واللي يعجبك انت بقى اعمليه، عايزاها اصغر عايزاها اكبر زي ما تحبي. نعمل ايه بقى كده؟ بصي نجيب كده عشان اي فقاعات هواء تطلع بالشكل ده. اي فقاعات هواء تطلع. انا مسخنه الفرن على درجه حراره 170. هدخلها الفرن على الرف الاوسط، ان شاء الله هتاخد معايا من 45 ل 50 دقيقه.
يلا بينا بقى اعمل لك عصير الحليب بالتمر اللي بيتباع بره غالي جدا. هنحتاج نص كوبايه من البلح، وهنضيف عليه كوبايتين حليب. اهم حاجه ان الحليب يكون نص دسم مش كامل الدسم. هننزل عليهم بمعلقه كبيره من العسل، ما تكتريش عن كده لان كده كده البلح مسكر. ولو ما عندكيش عسل ابيض وحابه تستخدمي سكر براحتك، ضيفي معلقتين سكر، باكت فانيليا، ويا حبذا بقى لو معلقه من بودره الكريم شانتيه بتاخد الكلام ده في حته ثانيه خالص. نضربه كويس جدا لحد ما البلح يدوب تماما. وعايزه اقول لك حاجه في مجمل العصاير، دايما لما تعملي عصير يكون اللبن اللي عندك مبستر، مش لبن فريش يعني مش لبن جاموسي، لا يكون لبن مبستر، لبن مصانع يعني او لبن شركات. وكمان ما دام في لبن الحليب يعني لازم يكون فيه فانيليا. ولا تقولي لي بقى عصير ايه ولا مزارع مين، مزارع ساره. من الخلاط اليكم. شايفه الجمال؟ احلى عصير حليب بالتمر ممكن تجربيه، بجد هتدعي لي. عالمي. بقول لك ايه، هتشربي كوبايه العصير دي من هنا وهتلاقي نفسك ناقص لك فولت وتنوري، فولت واحد وتنوري كده. خلاص عملنا العصير، هندخله الثلاجه بقى لحد ما الكيك يخلص. بصوا البلح بقى كده، تاخديه كده في اكياس وتقفليه كويس قوي وتدخليه الفريزر، هيقعد معاكي لسنه زي الفل. طلعيه بقى اعملي منه معجنات، اعملي منه قرص العجوه دي. جالك مزاج كده وانتي قاعده لشويه بلح بالسمنه، يا نهار ابيض. اكياس ثلاجه بقى، اي اكياس محكمه الغلق، وعلى الفريزر يا جماعه. عايزه اقول لك 2 كيلو بلح ب 50 جنيه. اديني اهو فرست 3 اكياس وعملت دورق عصير ما شاء الله اللهم بارك لتر. وكمان في صينيه كيك في الفرن هنقعد ناكل فيها يومين 3. في احلى من كده؟ تطلع معاكي من الفرن بالشكل ده. اجيبها كده بقى اسلكها كده وهي سخنه، لازم نقلبها وهي سخنه علشان الكراميل ما ينشفش وما نعرفش نقلبها. استر يا اللي بتستر. تفتكروا هيحصل ايه؟ بجد تفتكروا هيحصل ايه؟ طب نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. اللهم صل عليك يا نبي. وايه اللي بيحصل ده؟ ايه اللي انا شايفه ده؟ بصي هي سخنه مولعه لدرجه ان انا مش عارفه امسكها. المفروض ان احنا نسيبها يعني على الاقل ساعتين 3 ونقدمها، بس انا بجد مش قادره انا والولاد. لا ايه ده بقى؟ لا قولي لي ايه ده بقى؟ طب كلميني عن الريحه. عايزه اقول لك كمان ان في ناس بترش رشه قرفه كده مع البلح. صينيه كيك تكفي اسره كامله وتفيض. وكمان فرزنا، ايه رايك؟ وكل الحاجات الحلوه دي من البلح. شاطره انا بقى ولا مش شاطره؟ يلا قومي جربي وهتبقي اشطر مني كمان. كل ده يطلع من كيلو البلح ابو 25 جنيه. ايوه ويطلع اكتر من كده كمان. كلميني عن جمال الكيك وما تقوليش انه محتاج يتزين. بصي لي بقى، احلى كيك بلح ممكن تجربيه في حياتك. راحي هي مش عايزه عصير، هي عايزه كوبايه شاي. لا بصوا العصير بقى وقت تاني. بصوا الكلام، بصوا الهشاشان، بصوا الطراوه، ولا كلمه، قنبله فوائد. بقول لكم ايه، دي مش هتعجبكم بس دي بجد هتجننكم، لازم تجربوها. ويا رب وصفتي النهارده تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. والى اللقاء في وصفات جايه كتيره قوي ان شاء الله. وكنتم مع ساره سمير.